الزمالك يخاطب الفيفا لإيقاف كهربا. حقيقة شراء الأهلي محامي الزمالك، أخيرا تجديد نجم جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة هنتكلم في 3 مواضيع مهمة جدا، يا ريت تشوفوا الفيديو الأخير لأنكم هتاخدوا مواضيع مهمة جدا ومعلومات مهمة جدا. وأتمنى منكم اللي يعجبكم الفيديو يشترك في القناة ويعمل لي لايك، لأن أنا بصراحة محتاج منكم اللايك عشان القناة تنتشر. لو عجبك الفيديو اعمل لايك. أول موضوع هنتكلم فيه هو الزمالك يخاطب الفيفا لإيقاف كهربا. أولا دايما كان في سؤال بيراود كل جمهور الزمالك، هو ليه الزمالك كان مؤجل إرسال خطاب للفيفا؟ ليه لإيقاف كهربا؟ السبب هو إن الزمالك كان عنده مشكلة الحسابات البنكية. ده السبب الحقيقي والأساسي إن الزمالك كان مؤجل إن هو يرسل خطاب للفيفا لإيقاف كهربا. ولكن حصل حاجة كويسة جدا، إن نادي الزمالك امبارح أبرم اتفاق مع اتحاد الكرة المصري. وهي هو بقى هذا الاتفاق؟ نادي الزمالك كان عليه 60 مليون جنيه لاتحاد الكرة المصري. عمل اتفاق بسيط إن هو هيسدد هذا المبلغ لمدة 2 سنين، كل سنة 30 مليون جنيه، بواقع كل فترة انتقالات الصيفية والشتوية. كل فترة هيبقى فيها كام؟ 15 مليون جنيه، بمعنى ان هو هيسدد على 4 فترات 60 مليون جنيه، طبعا مع الفلوس الجديدة اللي هي بالنسبة لتأييد اللعيبة الجدد. في المقابل ده ان نادي الزمالك هيستخدم حسابات اتحاد الكرة لصالحه، يستقبل فيها فلوس ويرسل من خلالها فلوس. يعني لو في فلوس جات من الفيفا تيجي على اتحاد الكرة والزمالك بيستخدم الفلوس دي. ولو الزمالك عايز يرسل فلوس الى الفريق، مثلا الى النادي البرتغالي بسبب مشكلة شيكابالا، ممكن يرسل من خلال هذا الحساب الى النادي البرتغالي. فهنا في المشكلة ديت اتحلت مشكلة الحسابات البنكية. وبعد كده الزمالك عمل الزمالك النهاردة خاطب الفيفا وقال لهم ده الحساب اللي انتوا هتدفعوا عليه فلوس كهربا. يبقى دي اول مشكلة اتحلت. وبناء عليه تحرك الزمالك رسميا لإيقاف عبد المنعم كهربا، اللاعب الهارب من نادي الزمالك. واختار الفيفا رسميا ان كهربا لم يسدد 2 مليون دولار زائد الفوائد، والفوائد دي وصلت دلوقتي من 400 ل 500 ألف دولار. ومن المنتظر في الساعات المقبلة سيتم توقيع عقوبة إيقاف كهربا 6 شهور. حتى لو كهربا دفع الفلوس برضو الإيقاف ده لازم هيتم. يبقى هنا الزمالك هيبدأ في إجراءات إيقاف كهربا في الفترة القادمة. موضوع اللي هنتكلم فيه هي حقيقة شراء الأهلي محامي الزمالك. امبارح بالليل الأستاذ محمد بيومي خبير اللوائح خرج بتصريحات تلفزيونية عجيبة جدا مع الكابتن مجدي عبد الغني، وقال مجموعة تصريحات خطيرة جدا. وهي ايه بقى؟ قال الأهلي اشترى محامي الزمالك بتاع قضية كهربا. طب ازاي اشتراه وليه؟ لأن الزمالك لم يسدد مستحقات المحامي عقب حصوله على حكم ضد كهربا. محامي الزمالك الآن يعمل ضد نادي الزمالك. لجنة الانضباط تطلب أوراق أثناء تداول القضية، ومحامي الزمالك لن يرسلها، والزمالك قد يخسر القضية. ده كلام قاله محمد بيومي، وعلى هو مسؤوليته هو بس. يعني الكلام ده أولا محتاج إن الزمالك يرد رد سريع وقاطع على هذا الأمر وبسرعة جبارة. ليه؟ لأن أنا عندي سؤال هنا، إزاي الزمالك لم يدفع فلوس المحامي، وإن المحامي ده هو اللي محرك شكوى جديدة ضد اتحاد الكرة ولجنة التظلمات؟ يعني هذا المحامي قام بقضية جديدة ضد اتحاد الكرة ولجنة التظلمات، فإزاي ما دفعلوش فلوس؟ لازم الزمالك يرد وبقوة في الفترة القادمة. ده بالنسبة لحقيقة شراء الأهلي محامي الزمالك. الخبر الأخير، أخيرا تجديد نجم جديد. خبر سعيد للزملكاوية، اللي هو خبر سعيد. الزمالك تواصل مع سيف فاروق جعفر في التجديد ل4 سنوات. كان فيه خلاف بسيط، ان هو كان عايز يجدد 3 والزمالك عايز يجدد 4، ولكن الحمد لله جدد 4.
وألف ألف مبروك لسيف فاروق جعفر، هو اللي كسب الخبر، هو اللي كسب نادي الزمالك، ولكن أسامة نبيه خسر نادي الزمالك. ألف ألف مبروك لسيف فاروق جعفر 4 سنوات، وشكرا لإدارة الزمالك وشكرا لمرتضى منصور. ألف ألف شكر يا جماعة إنكم استمعتوا لي، وأتمنى منكم إنكم انتوا تعملوا لي لايك وتعملوا لي شير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.